خليني أبدأ بسؤال واحد. إمتى حسيت إنك في أسوأ مرحلة في حياتك؟ اللحظة اللي بصيت فيها لنفسك وقلت أنا مش راضي عن اللي أنا فيه ولا عن اللي بقيت عليه. اللحظة دي بالذات مش ضعف، دي بداية. أسوأ نسخة منك مش عدوك، دي الرسالة. رسالة بتقولك إن اللي ماشي فيه مش طريقك الحقيقي. التغيير عمره ما بيجي فجأة ولا بيحصل في يوم وليلة. التغيير الحقيقي بيبدأ لما توجع، لما تزهق من الدوران في نفس الدايرة، تصحى متأخر، تأجل، تغلط وتلوم الظروف. بس خليني أقولك الحقيقة اللي محدش بيحب يسمعها. مفيش ظروف بتدمرنا، إحنا اللي بنسيبها تكمل علينا. أسوأ نسخة منك هي المرحلة اللي بتكشفك لنفسك، بتوريك عيوبك وتكسر الصورة الكدابة اللي كنت متخبي وراها. وهنا بقى بيجي الاختيار الصعب، يا إما تهرب يا إما تواجه. الهروب سهل، تضيع وقت، تتخرج، تستنى وتقول بكرة. إنما المواجهة مؤلمة، إنك تعترف إنك محتاج تتغير، إن في عادات بتكسرك، وإن في ناس وجودها في حياتك ما بقاش مفيد زي زمان. التغيير مش إنك تبقى شخص تاني، التغيير إنك ترجع لنفسك قبل ما الدنيا تكسرك. مش مطلوب منك تعمل كل حاجة مرة واحدة، لو حاولت تعمل كده هتفشل. المطلوب خطوة واحدة بس تكون حقيقية. خطوة زي إنك تصحى قبل ميعادك بساعة، إنك تبطل عادة واحدة بس بتأذيك، إنك تفتح كتاب بدل ساعة سكرول، إنك تبدأ حاجة كنت دايما بتخاف منها. الخطوة دي صغيرة، بس صدقني هي أخطر خطوة، لأنها أول مرة تقول فيها أنا مش عاجبني اللي أنا فيه وأنا مسؤول إني أغيره. وفي اللحظة دي حياتك تبدأ تتحرك. مش هتحس بالفرق بكرة ولا الأسبوع الجاي، بس بعد فترة هتبص وراك وتقول الحمد لله إني ما استسلمتش. أسوأ نسخة منك مش نهايتك، دي الأرض اللي هتطلع منها. وأوعى تستنى حد ينقذك، المنقذ الوحيد في حياتك هو قرارك. إما تكمل زي ما أنت أو تبدأ تبني النسخة اللي تستحقها، والاختيار لسه في إيدك. وفي الآخر افتكر حاجة واحدة بس. أنا هخاف من إيه؟ ايوه تخاف من ايه؟ هخاف من إيه؟ تخاف من ايه؟ ما تستناش اللحظة المثالية، هي مش هتيجي. ابدأ وانت تعبان، ابدأ وانت متلخبط، بس ابدأ. وساعتها بعد شوية هتبص لنفسك في المراية وتقول أنا فخور إني ما استسلمتش. وصدقني أحسن نسخة منك لسه جاية.